نهى عليكم كيفكم؟ هلا شوفوا الجو اليوم كتير حلو، واضح كتير اني عم حاول نسيكم اني صار لي شهر كامل ساحب على القناة، بس صدقوني مو بايدي بيجري. القصة ما فيها انه الشاشة خربت ونزلت هالشي بالمنتدى. اذا حسيتوا بهذا الفيديو معدل الكرنج مرتفع عن غير فيديوهات، هاي لاني صار لي شهر ماني مصور، نسيان كيف اصور يا اخوان. المهم كلياتنا بنعرف شيرين واسامة. اسامة مروة يوتيوبر سوري عنده تقريبا 10 مليون مشترك، وشيرين بيوتي اخت نارين بيوتي، يعني معروفين من عالم معروفين، عالم مشاهير من الاخر، مو مثلنا انا وياك عزيزي المشاهد، ما حدا بيعرفنا. فهدول الجوز اعلنوا خطبتهم من يومين هيك شيء، وانا ما بعرف شو قصة عيلة بيوتي كلياتهم صاروا يتجوزوا على غفلة، او ما بعرف شو قصة اليوتيوب العربي كله بشكل عام. اخر 3 سنين صار كل اليوتيوبرز يتجوزوا، صار اليوتيوب كله اعراس وخطب ورومانسيات. يا اخوان اليوتيوبر الوحيد اللي تجوز ونحن ما عارفانين هو يس بلاي. لقد تزوج، نعم يا اصدقائي الاوفياء. فجأة رجعنا بفيديو انه تجوز وما حلب الموضوع نفس غير يوتيوبرز. اي حدا كان يتابع تختيم جي تي اي 5 بيعرفوا له البني ادم. اما باقي اليوتيوبرز حلبوا الجواز يا اخوان، اول يوم بعد الجواز، ثاني يوم بعد الخطبة، يعني هيك شغلات بتشوفوها باليوتيوب بتحسوا انه انا وين، يعني انا بصارة عرس ولا بيوتيوب؟ والجمهور العربي شكله حابب هالموضوع. يا اخي نحن المجتمع العربي ناقصين حنان. الله يعيني ويعينك عزيزي السنجل اللي عم تشوفني حاليا. خلص يا اخوان نحن نصيبنا بالجنة، ما عليك. المهم ما علينا. فيديو اليوم مو عن اسامة وشيرين انه خطبوا وهيك، لا، فيديو اليوم عن احمد ابو الرب وبرهوم. مدري شو قصة احمد ابو الرب، هيك نزل سولو سكواد على كل اليوتيوبرز وصار يطخطخ فيهم. القصة وما فيها انه احمد ابو الرب استلم برهوم لانيته عمل ردة فعل على خطبة شيرين واسامة بالريل انستغرام عنده، او عفوا مو خطبة شيرين واسامة، البروبوزل. واللي مو عارف شو يعني هو البروبوزل، يعني هاي الشاب وقت الهيك ينحني قدام البنت ويكون معه خاتم وإلا تتجوزيني، يعني من الاخر قصص غزليات ورومانسية، ونحن ما لنا بهالقصص انا وياك عزيزي المشاهد. نحن سناقل وحمود سناقل هلا هالشغلات بالعاده بيعملوها الاجانب، وما بعرف مين جابها عنا على المجتمع العربي. اسمحوا لي احكي شوي، وان كان في جاي بعيد في الموضوع بس مش قادر امسك لازم احكي. هو احمد ابو الرب عرفان انه في جيبان عيد بالموضوع ودراما، فهو عم يمهد تقريبا. احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى، اذا اسمك صانع محتوى. بعرفش كيف انت يعني بتقبل حالك تنزل ريل وانت بس هيك تعملش اشي، يعني بس حط خطبة الزلمة على الزاوية، الله اكبر. بصير عيب 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 عيب، ما بصير انه انت حاط حالك مزهرية في الريل. وقصده على برهوم، مو كان حاطط هيك ردة فعله وحاط هون الفيديو، هي يعني مبين الطخة عن برهوم. بزبطش. هلا هتقعد تحكوا لي احمد امسك لسانك ابصر شو، انا ما بقدر. طيب بكفي يا اخي، بكفي كلياتنا نسلك. انا لما اشوف اشي مو كويس حصير احكي خلص. اذا انا كلامي غلط قول لي، بس انا ما بقدرش اضل اسلك، ما بقدرش اسلك يا اخي، تعبت التسليك. شفتوا الفيديو يا اخوان؟ ومن شو كان احمد مزعوج؟ برهوم كان تقريبا مثل عم يسلك لاسامه او هيك، تقريبا برهوم اخذ الموضوع هيك بس انه ترند، مع انه هي خطبه رفيقه. انا ما بعرف، هذا مو حكي، هذا حكي احمد، تمام؟ انا بس عم ترجم لكم شو قصده. هلا رح فرجيكم رد برهوم، شو رد على احمد ابو الروب. امبارح صار كتير اكشن، وصراحه من الناس ما توقعتهم، وصار كتير حكي بلا طعمه، تمام، حكي كتير بلا طعمه، وانا ما رديت، ومش عارف اذا برد او ما برد، او خلص يعني الموضوع مش مستاهل او تافه. بس انا بزعل كتير، بزعل لانه كتير اوقات بعطي نية طيبة، بعطي يعني بفكر بنية حلوة تجاه الناس. اوكي هلا برهوم هو هون تقريبا انفهم بطريقه غلط، هو يمكن كان حابب يسوي شيء حلو انه هيك مع اسامه لانه اسامه رفيقه، بس احمد ابو الرب استلمه. ما بعرف اذا هذا ممكن يكون غباء مني. ما عمري بحياتي حقدت على حدا. من وقت ما وعيت على حياة السوشيال ميديا اكتشف انه في ناس بتحقد وما بتنسى. هلا هون قصده على مشكلته هو واحمد ابو الرب من زمان، انه احمد ابو الرب حقد على برهوم لانه يمكن صار من قبل بيناتهم مشكله. اللي كان يتابع احمد ابو الرب وبرهوم من زمان هيك من شغله سنه سنتين يمكن بيعرف عن هالمشكله. في ناس ما بترد لك الخير، في ناس عم تراقب اي شيء بحياتك ممكن تعمله. ما راح اكون نرجسي واحكي انه في ناس غيرانه كذا، انا بكره هاي الكلمه،
وبكره احكي انه في فلان بغار مني او حقود او بكره، ما بحبه. تمام. وانا مقتنع انه ما في حدا بغار من الثاني، بس عم بكتشف يوم عن يوم انه في شيء من هالشيء. اوكي، هذا الشيء تكرر على عدة مراحل زمنية، تكرر هذا الموضوع. يعني برهوم هون قصده انه احمد ابو الرب فرجع حقده لبرهوم يعني هيك اكثر من مره، ويمكن برهوم ما رد مشان ما يعمل دراما، ما بعرف اذا هيك قصده ولا لا. كل مرة بينحط برهوم ببوز المدفع ومنضحي فيه، ويلا برهوم ما بيرد، برهوم ما بيحكي، برهوم قلبه طيب، برهوم كذا برهوم كذا برهوم كذا. ما بعرف ايمت يفتح الجرة على الناس كلها. امتى برهوم يعني بحس انه برهوم حيوصل يعني قصده حيجي يوم ويستلم كل الناس اللي استلموه. والله يعني يا ريت يصير هاليوم، بركي هيك نسوي كم فيديو بنتسلى يا اخو. احس هيك السوشيال ميديا صار بدها اكشن يا اخوان، صرنا زمان على الاكشن ولم مشاهدات يا غياث. صدقا. الناس تنصدم من انه برهم كيف متحمل كل هذا الشيء. يمكن تشوفوني انه انا شخص كثير هلا بريء لا، انا مش هين ترى، يعني انا ما بسكت عن حقي ابدا، بس كمية الصدمات اللي باخذها من الناس علمتني كثير اشياء وكثير اساليب. وصدقوني يعني انا والله يعني انا مستمر بالمحتوى اللي انا بعمله لانه انا بحب، وبحب من زمان اعمل هذا الشيء. هلا شوفوا بدي احكي شغله عن موضوع محتوى برهوم. هلا برهوم خلينا نحكي الصراحه، محتوى مو عاد مثل اول. زمان كان محتواه هيك يسلخ عن جد، وكانت فيديوهاته حلوه وبتضحك. اما هلا تقريبا بس بيجيب لك ترند وبيعمل لك ردة فعل عن الشغلات اللي عم بتصير، وكتير اوقات بيسلك. يعني مثلا اذا استلم حدا بصير يسلك له. بس اتوقع لانه هلا برهوم راح على دبي، وصار اي حدا اي مشهور بيقدر يطلع على دبي يروح يرفع دعوة عليه، فصار تقريبا هيك يساير العالم، فهيك صار يسلك لهم. بس والله يا ريت يعني محتوى برهوم يرجع زي اول، لاني انا كتير تحب تابعه لهالبني ادم. بس هلا اخر فترة سحبت على قناته، ويعني اغلبية المشاهير بدبي وهو عايش بدبي، ويعني كل الناس حواليه وما بده يعمل مشاكل معه، فاتوقع مشان هيك محتواه صار تسليكي اخر فترة. حبايبي ركزوا في اللي انا هقوله. وصل لي ستوري احمد ابو الروب طلع بهدل كل الناس اللي عملوا فيديوهات على الفيديو بتاع اوسي. هاي رد اسلام عن الشيء اللي حكاه احمد. يا ابو الروب، وانت ليه هو صاحبي وصاحبنا كلنا، بس ليه بتعمل دراما؟ ليه بتطلع تبهدلنا كلنا؟ طلع فشخ كل اللي عمل فيديو على اسمه ايه دوت، على البروبوزال بتاع اسامه. ليه يا ابن الحلال؟ ليه دراما؟ ليه بتعمل دراما؟ عادي، صاحبنا خطب، عمل البروبوزال وفرحانين من قلبنا وحبينا. يعني دلوقتي هطلع درون وهو بياخد الرياكشن بتاعي؟ انت عايز ايه يعني؟ ولا اجيب 13 مصور وهو بياخد الرياكشن بتاعي؟ محتوى ايه اللي تافه يا دكتوره السوشيال ميديا. خلاص مش كده يا ابو الروب، الدنيا ايزي يا صاحبي. احنا حبايب بس ما تطلعش تبهدلنا، وهسكت لك. انا الوحيد اللي طلعت رديت عليك، ما حدش عبرك الا انا. اوكي شايفين الكل مشخصن الموضوع. هلا شوفوا انا ما حقلكم والله الحق على احمد ولا الحق على برهوم. صراحه انا بشوف انه احمد ابو الرب عنده وجهه نظر. يعني اللي هو اتوقع قصده لاحمد ابو الرب يوصل له فكره لبرهوم، انه يعني سوي حركه بالفيديو، عرفت؟ مو بس انه تطلع بالكاميرا هيك وتعمل رده فعل. ما بعرف اذا احمد ابو الرب بنيته ينصحه لبرهوم او لا. وبس يا اخوان، لونكم خلصنا فيديو اليوم. لا تنسوا تسووا لايك واشتراك. اعذروني هالفيديو يمكن ماني مركز فيه كتير، بس لانه صار لي شهر كامل يا اخوان. الشاشه هي يعني اقسم بالله اكتر شيء كأبني بالحياه. وبس يا اخوان، يلا بيس.